الخير وكل اخواتي الزملكاويه، حابب اشكرهم على الدعم اللي قدموه لي الفتره اللي فاتت، ومستني دعم اكتر منكم واوصل 1000 فولور ان شاء الله بيكم وبدعمكم. النهارده انا جاي اكلمكم على شويه حاجات، منها ماتش الكونفدراليه. ربنا يوفق الزمالك يا رب، وان شاء الله الكونفدراليه زملكاويه. حسام حسن والدوري الانجليزي. بالنسبة للدوري الإنجليزي، في الوقت اللي المحمدي بيحتفل بيه بصعود أستون فيلا لدوري الأبطال، والأرسنال ومانشستر سيتي مستنيين ماتش عشان يعرفوا مين اللي كسب الدوري، أنا كان نفسي الكرة تنصف الأرسنال، لأن أنا مش بحب جوارديولا الصراحة. عندنا في الدوري المصري لسه الأهلي ملعبش بيراميدز من الجولة الأولى. فحاجة حزينة وحاجة تزعل على الكرة المصرية. جوميز قال انتوا عندكم في مصر بتأجلوا الماتشات للفرق علشان خاطر بطولة افريقيا، وده شيء يجنن، ده شيء جنان، مش طبيعي، مش منطقي. ازاي فرقة زي الزمالك مثلا تبقى لعبت 15 ماتش وفرق تانية يبقى لعبوا 22 ماتش؟ فزي ما بيتقال في البرامج وفي كل حتة ان احنا حاليا التركيز كله او معظمه على تنظيم جدول الدوري، بحيث نشوف بلدنا فيها دوري منتظم في منافسة، ننهي دورياتنا مع العالم كله. اللعيبة اللي عايزة ترتاح بترتاح، نتمنى ان نبقى كده، يعني نتطور في حاجة يعني حتى في الكورة. اما بالنسبة لماتش الكونفدرالية، فزي ما شفنا التوتر والقلق بتاع اللعيبة كان هيضيع مجهود البطولة كلها، وخصوصا حسام عبد المجيد. احنا حاليا مش عايزين نقول ولا عواد ولا حسام ولا اي حاجة من دي، لان هم اللعيبة دول اللي يلعبوا النهائي، فاحنا كجمهور ما وراناش حاجة غير الدعم، ان احنا ندعمهم. وكده كده التيكيتات كلها اتباعت في ساعتين من بعد ما نزلت. بس الفكرة ان لعيب زي حسام عبد المجيد ده لو كنت خليته يقابل دكتور نفسي قبل الماتش، كان ممكن يطلع منه شوية التوتر دول ويأهله نفسيا للماتش وسط ضغوط وسط جماهير. اول نهائي افريقي دي تقريبا الكونفدرالية اللي فاتت ما كانش موجود فيها. فالفرق الاجنبية بيبقى عندهم دكتور نفسي دايما مقيم مع الفريق او دايما موجود مع الفريق، ما فيهاش حاجة. احنا لو نستعين بدكتور نفسي قبل الماتشات المهمة، العلم كويس، والتأهيل النفسي دلوقتي في كرة القدم بقى اهم من التأهيل الفني والبدني، فليه لا؟ اما بالنسبه لنتيجه الماتش، فانا بالنسبه لي النتيجه دي احسن مننا لو كنا كسبنا 1-0. كنا ننزل في بلدنا هنا نتفسح على اساس ان احنا كده كده خدنا البطوله خلاص، نادي بركانه تنزل مش باكي على حاجه، جاهزين. كان ممكن نلاقي دخل فينا جون واتنين هنا، ان احنا يعني ما شاء الله علينا. ف انا شايف ان دي احسن نتيجه كنا ممكن نطلع بيها. لعيبه نادي بركانه تنزل خايفه على النتيجه بتاعتها، لعيبتك هتنزل قاعده بحذر، لان لو دخل فينا جون خلاص شكرا. وانا اتمنى ان احنا ما يبقاش هدفنا ان احنا نجيب جون واحد، يكون هدفنا ان احنا نكسب 3، بحيث ان لا قدر الله في اي وقت معرضين ان خطأ فردي او حاجه كرة تدخل جون ما يفرقش معانا. ان شاء الله الكونفدراليه زملكاويه، وبتمنى دعمكم، ونشوفكم يوم الاحد ونحتفل مع بعض باذن الله.